تمكنت مصالح مفوضية الشرطة لتكوين من أيقاف شخص من ذوي السوابق القضائية المتعددة للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة المقرونة بظروف الليل. التعدد الكسري: استعمال مفاتيح مزورة وناقل ذات محرك. وكشفت المعلومات الأولية للبحث بحسب مصدر أمني أن إيقاف المشتبه فيه البالغ من العمر 34 سنة جرى إثر جولة ميدانية لمراقبة القطاع كانت تقوم بها دورية لشرطة النجدة في وقت مبكر من صبيحة أول أمس السبت، بعدما تم ضبطه بمعية شخصين آخرين تمكنا من الفرار متلبسين بكسر أقفال محل تجاري بحي النهضة بوتكوين. يضيف نفس المصدر أن عملية التفتيش التي أنجزت داخل سيارة يستعملها المشتبه فيهم كنت من حجز مجموعة من المعدات المستعملة في عمليات الكسر، من بينها مقراض أسلاك سيزي، مقلاع مسامير بينس وليقاط، بالإضافة إلى سواطير ومفاتيح وأقنعة وقفازات. وكشفت الأبحاث المنجزة في إطار هذه القضية يزيد المصدر ذاته أن الجناة كانوا قد